بقى للزنك بيس جلايسينيت، وده نوع من انواع الزنك المرتبط مع جزيئين من الجلايسين، وده احد الاحماض الامينيه وبيخليه مختلف عن باقي انواع الزنك لانه بيحسن امتصاص الزنك بشكل كبير بفضل ارتباطه بالجلايسين. والمميزات بتاعته اول حاجه ان امتصاصه ممتاز. الزنك بيس جلايسينيت بيتم امتصاصه بشكل ممتاز من الجهاز الهضمي بسبب ارتباطه بالجلايسين، وده بيساعد الجسم في الاستفاده من الزنك بشكل افضل. مناسب للمعده الحساسه، بما ان الزنك بيس جلايسينيت بيمتص بسهوله فيعتبر افضل اختيار للناس اللي عندهم معده حساسه او بيحسوا بالغثيان لما بياخدوا مكملات الزنك التانيه، ويعتبر من اكتر الانواع امانا للاستخدام الطويل. كمان مفيد للصحه العامه لانه بيساعد في تقويه المناعه ودعم البشره والشعر وتحسين صحه الانسجه. العيوب بتاعته ان مش متوفر في كل الاماكن، مش كل الصيدليات بتبيعه، فممكن يكون صعب شويه تلاقيه في بعض الاماكن، وثمنه عالي جدا لو هتجيب المستورد منه طبعا. واشهر الاستخدامات انه بيدعم المناعه وبيساعد في تقويه جهاز المناعه خصوصا في حالات البرد او ضعف المناعه. صحه الجلد والشعر، بيساهم في تحسين صحه البشره والشعر وعلاج حب الشباب. علاج نقص الزنك، بيتم استخدامه لعلاج نقص الزنك في الجسم بسبب قدرته الممتازه على الامتصاص. كمان بيدعم النمو والصحه العامه، وده لان الزنك بشكل عام بيساعد في العديد من الوظائف الحيويه في الجسم. واهم الاصناف في السوق المصري هي السي زنك والاسكو زنك، ولكن النسبه فيهم قليله. اما بالنسبه للمستورد فعندك دكتورز بيست زنك بيس جلايسينيت والزنك بيس جلايسينيت بتاع ناتشورال فاكتورز.